حب الإسكندرية الجميلة وإلى كل ما هو جميل وأصيل. اسكندرية تاني، اسكندرية تاني، من العشق ياني، والرمل الزعفراني، عالشط الكهرباني. اسكندرية تاني مع أماني أبو السعود. أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة نسترجع فيها ذكرياتنا مع عمل درامي دارت أحداثه على أرض اسكندرية، نتعرف من خلاله على معالم مدينتنا الجميلة، شوارعها، مبانيها، وطبعا شواطئها الساحرة اللي جذبت خيال المؤلفين وكاميرات المخرجين من بداية السينما في مصر، وكمان في المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية. أهلا بيكم واسكندرية تاني. لا أحد ينام في الإسكندرية، ده المسلسل اللي معانا النهاردة. المسلسل مقتبس عن رواية لا أحد ينام في الإسكندرية لإبراهيم عبد المجيد، إخراج حسن عيسى، وتم تصوير المسلسل عام 2006. خواجة مخالي، مش ممكن كل ما اروح حتة الاقيك قدامي فيها، مش ممكن خواجة مخالي. سبق وقلت لك مفيش كلام بينا، انا رافض انك تتجوز امي. وانا مش جاي نتكلم في الموضوع دي، انت فهمتيني غلط. ما عاوز تتكلم معايا في ايه؟ دلوقتي في حرب، في غارات كتير، ناس بقت تخاف تخش السيما بتاعت مخالي، خايفين لحسن هتلر اضربهم بالبومب في السيما. وانت طبعا جاي لي انا عشان اكلم هتلر اقول له بلاش تضرب سينما مخالي بالبومب، صح؟ يا ريت كمان كلم هتلر عشان ما يجيش اسكندريه دي خالص. انت جاي تهزر معايا وتضيع وقت. فالنتينو، انت زي ابني، انا مش خزر معاك، انا جاي عشان استعين بيك انك انت تعمل موسيقى في سينما مخالي. قصدك ايه يعني؟ زي ما كان بيحصل ايام سينما صامتة؟ لا، انا عايز انت تعمل حفل موسيقي قبل عرض فيلم. حفل موسيقي قبل عرض فيلم؟ اوكي، هات فرقة حسب الله. حسب الله؟ انت تريق عليا برضو. انا مش عايز فرقة حسب الله، انا عايزك انت. انا عايز ابقى صاحبك، عايزنا نبقى اصدقاء، عايز مش ضروري اتجوز مامتك، احنا عايزين نعيش مع بعض في العيلة بتاعتي الكبير. شوف خواجة مخالي، حاول تفهم وتصدقني، احنا هنا خلاص انتهينا، اتحكم علينا بالخوف والموت. انت بتحكم على مامتك بالخوف والموت والوحدة. مامتك بتينا ست رقيقة، محتاجة الإنسان كبير عجوز زي اقعد جنبيها ونسها، ونس وحدة بتاعها. أنا خلاص هسيب لكم اسكندرية وهمشي، هروح اليونان، اعملوا اللي انتوا عاوزينه. بيتناول المسلسل اللي حصل في اسكندرية أثناء الحرب العالمية الثانية من خلال دراما اجتماعية مليانة بالأحداث والشخصيات اللي بتعاني بسبب الحرب والصراعات اللي حصلت في المدينة. اهدي يا شيخ ماجد، انت لسه قاعد؟ يعني قلت انك رحت الشغل. شغل ايه؟ ما الحكاية ما نفعتش. ما نفعتش؟ يا فرحة ما تم، ما تشيلش هم يا اخويا، رزقك جاي. الفلوس بتخلص واني ما كنتش عارف اعمل ايه. انا لسه معايا فلوس، ما تشيلش هم. قوم انت اتوضى وصلي واني هعمل لك لقمه كده تفرحك. قوم بقى، وحد الله يا اخويا. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي ناخد البيت شوقية ونطلع كده نقعد شويه على البحر. والنبي صحيح. شارك في المسلسل عدد كبير من الممثلين، منهم ماجد المصري، معالي زايد، أحمد راتب، ريهام عبد الغفور، عمرو سعد، طارق لطفي، حنان مطاوع، مي كساب، سهير المرشدي، السيد راضي، سلوى خطاب، أحمد سلامة، مدلين طبر، مجد الخطيب، حنان سليمان وغيرهم.
هاني شاكر غنى الرباعيات داخل المسلسل، وكانت الأشعار لبهاء الدين محمد والألحان لعمار الشريعي. مظلوم أنا على فين أنا، ده ذنبي اللي دايما ضميره قاضي، وازاي بكلمة من بشر عيش اتقطع وصبحت فاضي. كالسبيرا حلوين. وعليكم السلام. فين بهاء؟ مش موجود. عاوزه في حاجه؟ ده حرامي كبير، كلفتي خد فلوس مفيش بضاعة. اخد منك ايه يا خواجه؟ احنا ما نعرفش عنه اي حاجه. بقول لك ايه، اصل احنا ما نعرفش عنه حاجه، اذا كان البوليس مش عارف احنا اللي هنعرف. انت تقولي بوليس؟ بوليس جابنا هنا؟ ايه؟ بقول لك ايه، انت احكي الحكايه كده واحده واحده عشان نفهم بالظبط. هو مخبي عنده واحده سبيونه جاسوسه. احنا ما نعرفش عنه اي حاجه. امشي امشي من هنا، يلا يا بديع. مجنونه، تعالوا شوفوا دي تعرف تذبح ايه. مجنونه اكسوا بره، اكسوا بره مجنونه. فين ماريا؟ مجنونه بره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله على سلامة البهي. ليه هو البهي كان مسافر وانا ما اعرفش ولا ايه؟ انت مش معانا خالص يا شيخ مجد. انا قصدي يعني على حكاية البوليس، مش كانت سليمة والحمد لله. البوليس كان بيدور على واحدة ست خواجاية مش على البهي. هم الستات دول ما يجيش من حواليهم غير البلاوي والمصايب. ما تيجي تقص لي شعري؟ بس كده اتفضل، ده انت تنور وتقادس يا شيخ مجد. الا قول لي يا شيخ مجد، انت اشتغلت؟ ايوه الحمد لله. في الجامع؟ لا ما تفتح لنا الراديو يعني عشان نعرف اخبار الحرب ايه. عينيا. والآن مع موجز الأنباء. ألا تفتكر يا شيخ ماجد الحرب هتوصل لاسكندرية بصحيح؟ الله أعلم. أصلا لما شفت عربيات البوليس واقفة قدام بيت ديمتر أفندي قلت هيعملوا زي الحرب الأولانية، يلموا الناس من الشوارع، لكن الحمد لله جت سليمة. أنه لن يرتاح حتى يعني ماليش كيف أحلى. سلام عليكم. ليه هركب على الصور لسه ما كملناش يا شيخ ماجد؟ ألا قول لي قبضوا على الواد حميدو ليه؟ باين عليه عمل عاملة مهببة ولا شحنوه على الجيش؟ يا شيخ ماجد يا شيخ ماجد. شاركت اسكندرية بكل فاعلية واقتدار في أحداث ثورة 19، وانطلقت المظاهرات من مسجد أبو العباس المرسي مرات عديدة، وكان لأحداث اسكندرية أكبر الأثر في الضغط على الاحتلال البريطاني. لما قامت الحرب العالمية الثانية عام 1939 كانت اسكندرية قاعدة للأسطول البريطاني في البحر المتوسط، أو يمكن كانت أكبر قاعدة في نطاقه. استخدمت بريطانيا المطارات المصرية، وأصبح خط حديد اسكندرية مطروح من أهم الخطوط الحربية بالنسبة لبريطانيا، وكمان الطريق البري بين المدينتين والطريق الصحراوي بين اسكندرية والقاهرة. اتعرضت اسكندرية لغارات الإيطاليين والألمان، وده لموقعها الاستراتيجي، وراح ضحية الغارات دي عدد كبير من المواطنين الأبرياء. عيني عليك يا اسكندرية، العين عليك طول الزمن، وحرب رايحة وحرب جاية، والصبر كان هو الثمن. شفت اللي يمحي ضحكتك وجراح كتيرة تسكتك، ولما بتفوت أزمتك ترجع أغانيكي ومواويلك، ويهل نهارك من ليلك، ترجع أغانيكي عرفتي إن حميدو اتقبض عليه؟ بيقولوا إن في ضابط إنجليزي اتقتل. ها؟ ده أنا كنت فاكراهم جايين للبهي. لا، البهي دي حكاية تانية خالص، والبوليس برضو جاله. ده الشارع يا قبل امبارح كان مقلوب. طبعا مش في أحكام عرفية من حقهم يقبضوا على أي حد. والحاجة دي يعني خطر؟ انتي سايبة فصلك ليه؟ أصل أنا هنزل قاعة الفنون عشان بروفة المسرحية. هو حضرتك نسيت الميعاد ولا إيه؟ لا أنا مش ناسية الميعاد، بس أنا هسيب البروفة النهاردة ليوسف أفندي، أصلي مش فاضية.
طيب بعد اذن حضرتك. اتفضلي اتفضلي. أبلة، هي ازاي الواحدة ممكن تواجه الاستعمار؟ بأي وسيلة محكمة، بس المهم يحصل جلاء بشكل مشروع. شهدت اسكندرية كمان مولد الجامعة العربية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، ووقعت فيها الوثيقة الأولى للجامعة العربية في أكتوبر من عام 1944، واللي عرفت باسم بروتوكول الإسكندرية. انت بتوع خضار. ايه يا راجل انت في ايه؟ عايز ايه؟ كنت عايز وقت قطه. امال لو عاوز وقت تفاح كنت عملت فينا ايه؟ بالهداوه يا اخويا. اختي قطيعه. جرافت انت. احنا جايين نشتري خضار ولا جايين نتعلم الادب؟ الادب يا اخويا بنطلبه لك الكبير قبل الصغير. كتر خيرك يا اصيله. احنا مهما كان ضيوف عندكم. وبعدين بقى في قلبنا الطيب ده اللهم اخزيك يا شيطان. الحمرا الطماطم. اتفضل يا اخويا. ادي التفاح اقصد الطماطم اللي انت طلبتها، وخد دي من عندي. الله، طب ما انت كويسه اهو فل. والنبي اني كويسه قوي، بس الزمن اللي غلبني. ربنا يكرمك ويبعد عنك الهم والغم. وعنك انت كمان يا قادر يا كريم. الا قول لنا يا اخويا، هو انت بتشتغل صلب؟ لا، انا عسكري في الجيش المرابط. اسم النبي حرسك وسعي. وهو الجيش المرابط ده تبع الجيش المصري برضه بتاعنا؟ امال ايه؟ كلنا تبع الجيش المصري. هو قول لي يا اخويا، الحرب خلاص جايه؟ لا حرب ولا حاجه، ان شاء الله امان. ان شاء الله من بقك لباب السما. الا قول لي يا اخويا، اسمك كريم ايه؟ عبد الواحد. اتمد يا حميد، ومالك في ايه؟ ما خلاص بقى يا بلدينا، مش شايلنا البرميل ده من صباحيه ربنا ولسه ما وصلناش. في ايه يا حميدو؟ ما انا قلت لك اول ما هنوصله هندي لك حلاوتك. يعني يا اسطى شكري، مش كنا اجرنا عربيه غفار احسن لنا؟ كان زماننا وصلنا. انت اقعد باين عليك خير ومالكش في الشقه. يعني ماليش في الشقه؟ يعني ماليش في الشقه؟ طب ايدك بقى على الاجره. مالكش عندي اجره، ما انت طول عمرك بتحلق ببلاش. انا عمري خدت منك اجره يا فقري. وانا يعني اللي عمري كنت خدت منك مليين احمر على جزمتك اللي بتاكل لها حقين ورنيش كل يوم؟ خلاص كده نبقى خالصين. لا مش خالصين، ايدك على الاجره احسن، والمرسب والعباسه كبلك الزد على الارض. خلاص خد دول، انا نصاب وغور من هنا. يلا مش عايز اشوف وشك. راجل تلم. أرق تحيات الزميل أحمد عبد ربه من الهندسة الإذاعية. اسكندرية تاني. اسكندرية تاني، من العشق ياني، والرمل الزعفراني، عالشط الكهرباني. اسكندرية تاني مع أماني أبو السعود.